تعالوا نستغل موسم البرتقال المتوفر دلوقتي في السوق وأسعاره حلوة جدا، ونعمل أحلى عصير مركز من الجزر والبرتقال. هيقعد معانا طول فترة شهر رمضان إن شاء الله، وهيكون طعمه جميل جدا من غير بقى ما يفصل مننا ولا يكون طعمه كده ممرر. هيكون طعمه جميل جدا، بس عشان تعملي لازم تشوفي معايا الفيديو إن شاء الله، وإن شاء الله الطريقة دي هتعجبك وهتعتمديها طول شهر رمضان. نسمي الله ونبدأ الوصفة، بس يا ريت تدوسوا لايك قبل ما تشوفوا الوصفة علشان توصل لأكبر قدر من الناس. أول حاجة أنا جبت هنا كيلو من الجزر، وغسلته طبعًا كويس جدًا ونقعته لمدة نُص ساعة، وابتديت اللي أنا أقشره بالمقشرة كده علشان ما يكونش فيه أي قشر خالص. أنا هنا اخترت الجزرة اللي هي تكون تخينة شوية أو متوسطة الحجم عشان ما يتهراش مني في السلق، وابتديت اللي أنا أقطعه شرايح كده مدورة عشان أبتدي أسلقه. أنا شُفت وصفات كتير بيقولوا إن إحنا بلاش نسلق الجزر ونبشره، بس الحقيقة أنا شُفت الوصفة ديّة وجربتها لقيتها إنها طلعت الجزر خفيف جدًا، وإحنا طبعًا بندوّر في الأيام دي على الوصفات الموفرة، فاعتمدي الوصفة دي وإن شاء الله هتكون معاكِ موفرة جدًا. بعد كده أنا جبت طبق عميق وحطيت فيه الجزر عشان أضيف له السكر. استخدمت الكوباية المعيارية، حطيت منها 4 كوبايات، يعني كيلو الجزر عليه 4 كوبايات من السكر. طبعا تقدري تستخدمي الكوباية العادية. وبعد كده ضفت له نص ليمونة، تقدري تستبدليها برضو بمعلقة صغيرة من ملح الليمون. وفايدة الليمون هنا أو ملح الليمون بستخدمه كمادة حافظة علشان لما أجي أخزن الجزر بالبرتقال يقعد معايا أطول فترة ممكنة، يحتفظ بلونه من غير ما يفصل. بعد كده جبت الحلة وغليت المَيّة كويس الأول، وهانزل بقى بالجزر والسكر علشان الجزر يغلي كويس. يعني مش هاحط المَيّة باردة فيه علشان ما يقعدش معايا فترة طويلة على النار. وكمية السكر دي مناسبة مش كتيرة، علشان إحنا دي التحلية الأساسية بتاعتها. لو حابة تقللي كمية السكر وترجعي تزودي تاني لو حاسة إن هو محتاج سكر، ما فيش أي مشكلة. بُصّي، أول ما حطيت الجزر والمَيّة مغلية ابتدت إن هي تغلي معايا، هاغطّيها بقى واسيبها نُص ساعة ونيجي هنا للبرتقان. أنا استخدمت هنا البرتقان العادي أو اللي إحنا بنسميه برتقان بسُرّة، مش البرتقان البلدي عشان بيكون ممرّر شوية، والبرتقان ده كمان بينزّل أكبر كمية ممكنة من العصير. بُصّوا، طريقة التقشير دي أفضل طريقة بالنسبة لي عشان بتقشّره بسرعة جدًا، وكمان ما بيكونش فيه أي مرارة. أنا بابقى باعمل كده شقوق حوالين البرتقانة، وابتدي اللي أنا كده أشيلها بإيدي، بيطلع معايا بكل سهولة مع القشرة البيضا اللي هي بتسبب المرارة، وكمان بتعملي أكبر كمية ممكنة في وقت قصير جدًا. وبكده أكون جهّزت البرتقان. هابتدي بقى اللي أنا هنا أقطّعه. لمّا تيجي تقطّعيه خلّي بالِك ما تتّكيش عليه جامد عشان ما ينزّلش المَيّة بتاعته، وقطّعيه كده بالشكل دوّة حلقات، وده بيكون أفضل تقطيعة. لو أنتِ كمان حابة اللي أنتِ تخزّنيه زي ما هو كده، هتجيبي أكياس تلاجة أو العلب اللي هتحفظيها فيها وتشيليه زي ما هو كده، وقت الاستخدام بتطلّعيه وبتضيفي له الجزر وبتضيفي له المَيّة وبتعصريه. زي ما أنتِ شايفة كده مش باتّك عليه خالص علشان يطلع معايا محتفظ بنفس المَيّة بتاعته. بعد كده الجزر اتسلق معايا قعد بالضبط نُص ساعة. نزّلته هنا بقى في طبق وحطيته كده على الرخامة عشان يبرد تمامًا. بُصّي درجة السِوَى بتاعته عاملة إزاي، يعني مستوي جدًا، بيتقطّع معاكِ كده وبيتفتت، وهي دي الدرجة المضبوطة اللي أنا عايزاها. استنيت لمّا الجزر برد تمامًا، وجبت الخلاط وقسمت كمية الجزر على مرتين، وطبعًا ضِفت له كمية مناسبة من المَيّة اللي إحنا سلقنا فيها الجزر، وكمان شرايح البرتقان. وخلّي بالِك مهم جدًا لازم الجزر يكون بارد تمامًا عشان لا قدّر الله ما يبوظش الخلاط. حاولي بقى إن أنتِ توازني ما بين كمية الجزر وكمية البرتقان لحد ما تخلّصي كل الكمية اللي عندِك. وفي الآخر خالص هنصفّي العصير علشان ما يكونش فيه أي تكتلات. بُصّي ما شاء الله العصير متماسك جدًا وتقيل ومركّز، تقدري إن أنتِ تعملي بقى أكبر كمية ممكنة. بجد الطريقة دي حلوة جدًا وموفّرة، وكمان اللون ما شاء الله حلو جدًا، وهيفضل محتفظ معاكِ بنفس اللون دوّة أطول فترة ممكنة. طول شهر رمضان هتطلّعي منه وتحطّي كده نُص الكوباية ونُص الكوباية مَيّة، وتقدري كمان تزوّدي سُكّر لو أنتِ عايزة. بجد طريقة حلوة جدًا، أتمنى إنها تكون عجبتكم. لو عجبتكم وصفة النهارده دوسوا لي لايك وتعليق إيجابي، واستنوني في فيديو تاني إن شاء الله.